عقد بيقلب الكوكب، الانديه بتترجاه والاعلام بيغلي، بس صلاح هادي جدا. ستوب بقى، دي مش كوره. صلاح والوكيل بتاعه بيلعبوا شطرنج نفسي، واحنا اللي هنتعلم. اي لاعب مكانه كان هيقع في فخ البريق الزائد. مخنا متبرمج يجري ورا المكافاه السريعه، الشيك الاكبر او النادي اللي اللوجو بتاعه بيلمع اكتر. بس صلاح ورامي عباس وكيله قافلين حنفيه العواطف تماما، بيلعبوا على حاجه اسمها التطور الاستراتيجي. هم مش بيبصوا على اسم النادي، بيبصوا على السيستم، مين المدرب، طريقه اللعب، فرص الاستمرار كاسطوره. القرار المبني على الايجو او الاستعجال بيدمر مسيره بحالها. هم اللي بيخلقوا الطلب وهم اللي بيتحكموا في السوق، مش العكس. عايز تنجح زيه في شغلك او في حياتك، افصل عواطفك عن قراراتك المصيريه. ما تجريش ورا الترند او الفلوس السريعه اللي هتحرقك. خلي عندك عقليه الوكيل، ادرس الداتا، احسب خطواتك. اوعى تبيع خطتك على المدى الطويل علشان شوت فرحه مؤقت. اتعلم تلعبها شطرنج مش طاوله. اعمل سيف الفيديو دوت يكون مرجع لقراراتك الجايه، وانزل قول لي في الكومنتات بالمنطق مش بالعاطفه ايه اكتر نادي في رايك السيستم بتاعه يناسب عقليه صلاح دلوقتي.